السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ان شاء الله النهارده جايه لكم فيديو حلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم. بس يا ريت لو انت اول مره تشوفوا القناه بتاعتي تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من فتره كده حصلت معايا مشكله في بشرتي، استخدمت حاجه ما كانتش تنفع للبشره بتاعتي، سواء البشره الحساسه او البشره الجافه او البشره المختلطه. لكل البشرات انا جايالك بالحل النهائي والفعال اللي هيجيب معاكي نتيجه هتكوني راضيه عنها جدا. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا حصلت معايا مشكله في بشرتي وحاولت ان انا اعالجها، بس للاسف ما نفعش معاها اي حل. انا استخدمت حاجه على بشرتي عملت لي التهابات وعملت لي حروق في البشره لدرجه ما كنتش قادره حتى اغسلها بالميه بس. ففي في الفتره دي انا كانت نفسيتي تعبت جدا، ان بشرتي باظت، وقلت كل الاحمرار والالتهابات والمشاكل دي كلها هتقلب معايا كمان بسمار في البشره. كان ما رحتش كشفت ولا عملت اي حاجه، انا كل اللي عملته ان انا رحت لدكتور صيدلي، قلت له على المشكله بتاعتي وقلت له انا استخدمت ايه، واداني الحل اللي كان بالنسبه لي سحر. والله كان بالنسبه لي سحر، وحبيت ان انا ما استفدش لوحدي، حبيت ان انا افيدكم كمان معايا. يا ريت بس لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. زي ما قلت العلاج سواء للبشره الحساسه او البشره الجافه او البشره المختلطه اللي هي بتبقى ما بين الاثنين، الحل النهائي اللي هو اللي انا هقولك عليه النهارده. فرحك قرب، رحتي مصيف، عندك التهابات في بشرتك، عندك حبوب، عندك تصبغات، عندك حساسيه جامده في بشرتك، جايبالك الحل والنتيجه الفعاله الممتازه. طيب كمان لو انت عندك مكان اثر الحبوب او اثر ندبات او اثر مثلا بيبقى فيه بذور سودا في الوش مثلا، بنحاول ان احنا نخرجها بايدينا، فبتعمل مكانها علامه او بتعمل مكانها كده ايه، فتحه صغيره، بتبقى عامله شكل في الوش كده مش حلو قوي. كمان لما بتيجي تحطي الفاونديشن او تحطي اي كريمات تفتيح او تحطي اي حاجه على بشرتك وانت خارجه، الكريمات دي بتتجمع في المسام دي، وتبتدي المسام انها تكون تاني بذور سودا، وتضطري ان انت تخرجيها. وفي كل مره بتضغطي على البذور دي وتخرجيها، فانت بتكبري الفجوه او بتكبري الفتحه اللي موجوده في الوش. طيب انا عملت كل البهدله دي ببشرتي، رحت بحر، عندي تصبغات، عندي اسمرار، عندي حبوب، عندي حاجات كتيره قوي. حلك برضو عندي ابني عنده التهابات، مثلا سواء كان من حشرات، مثلا حشره قرصته ولا حاجه، فعملت عملت حاجه كده علامه موجوده، سواء كان فيها ميه، كان بداخلها ميه او لا، او كان احمرار او قلب بطفح جلدي ابتدى يهرش بطريقه هستيريه، برضو جايبالك الحل والنتيجه اللي هتكوني راضيه عنها. طيب الحل عندي كان في ايه؟ الدكتور قال لي هتستخدمي مرهم اسمه جراميسين او جراميسين، ماشي؟ في الحالتين الاسم جراميسين. بصوا انا مش عارفه هو هيكون باين ولا لا، كده اسمه ظاهر كويس جدا في الشاشه، انا مش عارفه اسمه ظاهر ولا لا. طبعا احنا معضعضين الانبوبه، يعني هي كانت ما شاء الله كانت مليانه والانبوبه حجمها كبير جدا، بس احنا صراحه يعني ايه استخدمناها لكل حاجه. ممكن بس اعلي الاضاءه. طيب كمان عشان نشوف الاسم بتاع المرهم كويس، بص هو في منه مرهم وفي منه كريم، تمام؟ انا جايبه الكريم الموضعي. طيب هنستخدمه ازاي؟ ده بينفع للكبار وينفع للاطفال من فوق سن السنتين. الاطفال من فوق سن السنتين استخداماته بتكون ازاي؟ بيكون من 3 مرات ل4 مرات في اليوم، بتاخدي نقطه قد كده، شفتي راس عود الكبريت كده قدها كده، على المكان اللي عندك فيه مشكله، وبتتنيها وتفضلي بصبعين 2 بس. تبداي ان انت بصوا اهو حاجه بسيطه زي كده، مثلا باجي كده مثلا على الحته عندي اللي فيها مشكله، وببتدي ان انا ايه اوزعها عليها وبصبعين 2 كده،
زي ما تكوني بتدلكي بالظبط كده بالشكل ده، لحد ما البشرة عندك تشرب المرهم بتاعك كله او تشرب الكريم بتاعك كله بالشكل ده. تشربيها للجلد بتاع البشرة عندك، تتأكدي ان هو ما بقاش ظاهر تماما زي كده كده. تمام. زي ما قلنا بنستخدمها من 3 ل 4 مرات في اليوم، من سن اللي هو من فوق السنتين بقى لحد فوق. طيب الكريم ده عندي زي ما قلنا ليه فوائد كتير جدا، ليه فوائد كتير جدا. طيب الكريم هنا عندي بيعالج الالتهابات الجلدية والبكتيريا، بيعالج الالتهابات الجلدية وبيعالج البكتيريا. ليه؟ لان هو بيحتوي على المادة الفعالة من الجنتاميسين. تمام. المادة الفعالة دي بتعالج ايه بقى؟ حب الشباب الملتهب، يعني بيبقى فيه حبوب شباب عندنا بتكون مثلا ايه، بيكون ليها اثر موجودة وشايفاها بس مش بتوجعني، يعني بتكون موجودة في البشرة وعاملة علامة وظاهرة قوي في الوش بس مش بتوجع. وفي حبوب بتكون مصطحبة بالتهابات، بيكون فيها التهابات بتحمر كتير بتوجعك كتير، مش بتقدري تحطي اي كريمات على وشك او تحطي اي حاجة بسبب الالتهابات اللي في الحبوب دي. عندي هنا الالتهابات الجلدية اللي هي الاكزيما، عندي هنا القباء اللي هو في مثلا في اوقات الاطفال بيطلع لها بقع بيضة في الوش وبتظهر دايما في المنطقة اللي عند العين من هنا، بتبتدي تظهر البقعة في المنطقة دي وبعدين بتنتشر للبق وللايه وللوش كله. طيب بتظهر البقعة دي في اول فترة، لما بتظهر في الوش، بعد كده بتبتدي تنتشر في الايد او في الرجل. ده لو احنا ما عالجناهاش. احنا في الحالات دي لازم نعالجها كويس جدا، مش هيبقى بالمرهم ده بس لان ده مش هيعالجها، ده دي بتبقى محتاجة دكتور متخصص جلدية بتروحي له. بيعمل ايه بقى؟ بيقولك على اكل معين الطفل بياكله، لان ده بيبقى في حاجات بتبقى ناقصه في جسم الطفل فبتبتدي تظهر العلامات دي، وبيديك علاج يظبط الدنيا معاه وما يقللش من انتشارها قوي. واللي بيضيع العلامات دي هو المرهم التحفه بتاعنا اللي هو الجراميسين. عايزه اقولك بيضيع العلامات، بيضيع التصبغات، بيضيع الكلف اللي هو بيظهر مع الحمل. في اوقات مثلا بتكون واحده حامل بيبتدي يظهر لها كلف بالجزء ده كامل من الوش، وفي بيظهر في المنطقه دي كده كلها، في بيظهر عند البق، في بيظهر في المناطق الحساسه. يعني في ناس بيظهر لها الكلف بعيد عن الوش تمام، بيبقى في المناطق الحساسه بس. عايزه اقولك الجراميسين الحل الوحيد لعلاج كل الحالات دي، بيحل 100 حاجه والف حاجه، وسعره بسيط جدا في متناول الجميع. سعره حلو قوي، ما بتكتريش منه كتير، بيعالج حاجات كتير قوي في البشره. طيب لو انا مثلا عروسه وفرحي قرب، رحت بحر او مثلا انا رحت بدل ما اعمل وشي بالفتله عملته عندي بالشمع او عملته بالسويت. في ناس جدا بتعمل بالسويت وانا ما بنصحش بالسويت عفوا. ليه؟ السويت بيشد الجلد بتاع الوش، ومع الوقت مرة على مرة هتبص تلاقي ظهر لك تجاعيد في وشك كله، ابتدى جلد وشك يبقى طري ويبقى ظاهر زي الايه، زي ما بنقول كده بالمعنى الاصح انه بيبقى مكشكش. تمام. فالسويت بيشد قوي الجلد بتاع البشرة عندك، هيعمل لك تجاعيد كتيرة جدا. طيب انا عايزه احل برضو المشكله دي. طبعا هو الجراميسين مش هيحل مشكله الترهلات اللي هتظهر بعد السويت، بس نصيحه ان انت ما تعمليش سويت تماما خالص في البشره، ما تعمليش في الوش، الايد، الرجل، المناطق الحساسه، لكن في الوش ما انصحكيش ابدا بيها. طيب انا كمان عندي مشكله اللي هو مثلا انا بشرتي حساسه وما كنتش اعرف، وعملت بشرتي بالشمع. الشمع مضر جدا سواء للبشره الحساسه او البشره العاديه او البشره المختلطه. يا جماعه بلاش شمع على البشره، بلاش شمع على البشره، بيخلي البشره ملتهبه قوي. حتى لو انت بشرتك عاديه بتبقى ملتهبه في وقت معين وبعد كده لما بتعالجيها بتبقى كويسه وتروحي تعملي تاني، انت كل ده انت بتجهدي البشره بتاعتك. طيب انا خلاص انا ما اخدتش بالي او كنت متسرعه او ان انا ما كانش عندي وقت واضطريت ان انا اعمل بالشمع. الحل في الحاله دي ايه؟ مش عارف.
طيب انا زي ما قلنا انا كنت متسرعه جدا، او ان انا ما كانش عندي وقت، واضطريت ان انا اعمل بشرتي بالشمع زي ما انا ما عملت بالظبط. حصل لي ايه بقى؟ الشمع كان سخن جدا، عمل لي حروق في المناطق اللي هي الحساسه في وشي، اللي هي هنا بتبقى تحت العين. دي ارق واضعف منطقه في الوش كله، اللي هي لان بتبقى الجلد بتاعها بيبقى ضعيف جدا. فعايزه اقولك بتبتدي الاول يحصل فيه احمرار، بعد كده بيحصل فيه الاحمرار ده بيتقلب لسمار، ودي اكتر حاجه انا كنت خايفه منها. عمل لي حروق هنا، وعمل لي برضو في المنطقه اللي هي اللي تحت هنا دي، وفي المنطقه دي. في الحالات دي انا كنت متضايقه جدا، وكنت زعلانه قوي على بشرتي، وكان شكلها وحش بدرجه جيد جدا. طيب ايه الحل؟ ما كانش قدامي حلول تانية وهروح لدكتور اقول له ايه، والمشكله مش مستاهله ان انا اروح لدكتور. بس هي كانت، هي مع الوقت هتروح، بس انا عارفه ان هي هتسيب اثار في وشي. فرحت لصيدلي وقال لي على الكريم ده، وما شاء الله عايزه اقول لكم بعد يومين بالظبط كان كل ده اختفى تماما. من حد ما كانش قادر يغسل وشه بالميه، بقى دلوقتي بيتعامل عادي جدا. بغسل وشي بالميه، بحط كريمات كتير قوي على وشي، مثلا، او بحط الفاونديشن في البيت، او بحط اي حاجه على وشي، بقى بشرتي بقت مستحمله. بيدي طبقه عازله او بيبني جلد جديد في البشره، اللي هو الجلد اللي الكريمات بتاعه التفتيح او الخلطات اللي احنا بنجيبها من الصيدليه او اللي الدكاتره بتعملها، خلطات التفتيح زي بيتاديرم وسبوتلس وفيري والكريمات دي كلها وحاجات كتيره جدا. او الناس اللي بتجيب الكريم اللي هو كربامي، اللي هو اقصد البرشام، اللي هو فيه نسبة كورتيزون، بتطحنه كويس جدا وبتضيفه عندي على مجموعة من المراهم عشان يعمل تفتيح. كل ده بيعمل ايه؟ بيشيل طبقات من جلد الوش، بيخلي الوش حساس قوي ما بيستحملش اي حاجة، بيشيل كمية من طبقات الوش في كل مرة بتستخدميه، بيخلي وشك حساس جدا، عامل زي يعني بتبقى البشرة والجلد نفسه بيبقى ضعيف جدا جدا، وبيتأثر بأي حاجة سواء شمس بقى أو أي حاجة بتستخدميها بيتأثر بيها قوي. وكل ده بيقلب معاكي بعد فترة بسمار، وبيكون السمار مش حلو تمام. تمام. هو هنا في الحالات دي بيعالج كل ده. هنا في الحالات دي هو بيعالج الكلام ده كله، بيعالج الاسمرار، بيعالج الكلف، بيعالج البذور السوداء، بيعالج الحبوب، بيعالج الندبات، بيعالج اثار الحبوب كمان سواء كانت فيها التهابات او غيره، بيعالج الكلام ده كله. طيب امتى امتنع ان انا استخدمه، او امتى ما ينفعش ان انا استخدم الكريم ده تماما؟ الكريم ده يعني ما ينفعش نستخدمه في حالة الالتهابات الفيروسية او الالتهابات الفطرية. في الحالتين دول ما ينفعش تستخدمي الكريم او المرهم ده تماما. ليه؟ هو مضاد للبكتيريا فقط. الكريم ده هو مضاد للبكتيريا فقط. بصوا برضو عشان لو في حد ما شافش اسمه، انا مش عارفه هو مش ظاهر ليه كويس او الاضاءه عندي مش حلوه اهو، هحاول ان انا ابينه لكم اكتر. الكريم ده مضاد للبكتيريا فقط، مش مضاد للفيروسات ومش مضاد للالتهابات، قصدي للفطريات. طيب انا دلوقتي عندي مشكله اللي هي ايه؟ انا مثلا عندي مشكله في الجلد مثلا، او عندي حساسيه وانا معرفش واستخدمته. الحل ايه؟ قبل ما تستخدمي الكريم ده بالذات، في حل واحد بس انت هتستخدميه. هتيجي على مكان عندك ما فيهوش اي اصابه في الجلد، بتجيبي حته صغيره قوي من المرهم ده، وبتحاولي ان بتحطيها على الجلد عندك وتدهنيها وتشربيها للجلد كويس جدا، بس حته صغيره بحيث لو في حساسيه او حاجه ايه ما تتوسعش معايا او تبقى كبيره جدا. وبجرب وبشوف هي هتوصل لحد فين. حصل فيه احمرار او اكلان او ورم بسيط ولو طفيف قوي، يبقى هتوقفي استخدامه تماما، مش هتستخدميه. طيب انا استخدمته كان حلو جدا، وعايزه استخدم معاه كمان مرطب بعد ما ضيع لي الكلام ده كله. ما انصحكيش باي كريمات بتاعت شركات بقى وهري كتير، وكريم مش عارف ايه وكريم ايه، مش عايزه اذكر اسامي. كريمك الوحيد للترطيب وبناء جلد البشره من جديد هو الجراميسين والبيتاديرم. اظن كلنا عارفين البيتاديرم، والله لا غنى عنه. اهو بصوا
البيتاديرم لا غنى عنه، بيحل مشاكل كتير جدا في البشرة، بيحل مشاكل كتير جدا، غير ان هو برضو مضاد للالتهابات، بس كاستخدام بيعالج ويجيب نتيجة وحلو جدا الجراميسين. هستخدم ده كمان معاه بالليل للالتهابات فقط، يعني ممكن استخدم ده عفوا الصبح مثلا بغسل وشي كويس جدا، بنشفه بحاجه قطن كويس، وببتدي ان انا احط المرهم ده على وشي واشربه لوشي كويس قوي، يفضل على وشي مثلا لمده ساعتين ولا حاجه، وبعد كده بغسل وشي تاني بنشفه كويس، وباجي بعديها بحوالي 4-5 ساعات احط تاني لحد ما المشكله اللي عندي تخف. هستخدم معايا دايما قبل ما انام هستخدم البيتادين. ويا جماعه نبعد عن المناطق الحساسه في الوش، اللي هو المنطقه اللي حوالين العين دي كلها ما تقربيش منها، المنطقه اللي حوالين العين دي كلها ما تقربيش منها. كمان عندي مشكله كنت عايزه برضو انصحكم فيها، اعلي بس الاضاءه. كمان كان عندي مشكله كنت عايزه انصحكم بيها، وهي ايه المشكله دي؟ ان انا كنت بدهن مرهم كان للبشره، برضو المرهم ده كنت بدهنه دايما حوالين عيني، مع ان هو غلط، بس كان عندي اسمرار من الشمس لان عيني بس اللي باينه من النقاب، فكنت بدهن المرهم ده حوالين عيني. ففجاه بص يعني اقوم الصبح مثلا ابص الاقي حاسه ان في رمله في عيني، ما بقتش اشوف من بعيد قوي زي الاول. فاتضح ان هو وانتي نايمه بيعرق على العين، اي مرهم هتستخدميه بيعرق على العين وبينزل بيدخل في عينيكي من جوه، وممكن يأثر ويعمل التهابات ويعمل حاجات كتير جدا احنا في غنى عنها، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فما بنصحش ابدا ان احنا نستخدم اي حاجه في منطقه حوالين العين. حتى وانتي بتدهني عند العين من هنا ادهني تحت، وسيبي الجفن اللي هو الطري ده ما تدهنيهوش تماما، ادهني تحت كده من هنا وما تدهنيش الجفن الطري ده تماما، ادهني لحد اخر حاجبك من هنا، ما توصليش لفتحه العين من المنطقه دي. يعني بصوا مثلا هدهن الجزء ده كله تماما كده، وهاجي قبل الفتحه دي، ومش هدهن اللي هي في اخر الحاجب من هنا، تمام، هدهن كل المنطقه الا في الجزء ده خالص، مش هاجي ناحيته. برضو وانت جايه بتدهني من عند منطقه الانف من هنا كده، بتدهني الجزء ده وتنزلي بايدك بشويش، ما تجيش عند فتحه العين لا من هنا ولا من هنا. سواء حتى لو الدكتور قال لك الكريم ما فيش منه خطوره، ده كريم ترطيب، ده كريم مش عارف ايه، تجنبي ان انت تدهني حوالين العين. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.